السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. الكاتشب من الوصفات اللي ممكن نعملها في البيت واللي نتيجته بتكون قريبة جدا جدا من الجاهز. يعني عايزة اقول لكم ان طعم الكاتشب النهارده بنسبة 90% شبه جدا جدا الجاهز، والكلام حرفيا بدون مبالغة. طبعا بنستخدم الكاتشب كتير مع طبعا البطاطس المحمرة، مع الأكلات السريعة أو الفاست فود. ممكن كمان تعملي يعني بدل ما تعملي صلصة مخصوص للبيتزا، ممكن ان انتي تضيفي كاتشب مع صلصة مع شوية بهارات، وده هعمله معاكم قريب جدا بإذن الله، وتكون حاجة سريعة جدا جدا هتنفعك بإذن الله. النهارده هعمل معاكم الكاتشب بكمية حلوة جدا جدا بمكونات بإذن الله متوفرة في كل بيت. طبعا نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم، كمان اشتراك. أول حاجة بقى معايا كده كوباية ونص من المية، معايا كمان 4 معالق كبار من السكر، وكمان كوباية كبيرة من الصلصة. طبعا كلنا بيبقى عندنا صلصة في البيت ما بنستغناش عنها طبعا في التلاجة. ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكمان ربع كوباية من الخل. اقلب بقى كده كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا على البارد، وبعد كده هبدأ اشغل النار. اقلب بس كده تقليب مستمر لحد ما الاقي بقى كده الكاتشب بدأ ان هو يغلي عندي، يعني غلوتين كده. وبعد كده هبدأ احضر معلقة كبيرة من النشا، تكون معلقة ممسوحة. هحط عليه حوالي كده نص فنجان من المية، ادوبه طبعا كويس جدا، وهنزل بيها تدريجيا. يعني مش هنزل بالكمية كلها، هي طبعا كمية قليلة مش كتيرة، بس هنزل تدريجيا ان ممكن اول انا محتاجهاش كلها. يعني بص، انا عايزه اقول لكم ان انا نزلت بيها اهو، بس يعني يا دوبك سبت كده حوالي كده معلقه كده صغيره من خليط النشا. تمام. طبعا انتوا شايفين طبعا الخليط خفيف، بس طبعا لما بيبرد بيتقل طبعا شويه. فانا صراحه هنا كنت شايفه ان القوام مظبوط. طيب تعالوا بقى كده اوريكم بقى كميه الكاتشب دي على الميزان عامله قد ايه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو 864. طبعا البرطمان طبعا وزنه 288، يعني ده كده حوالي، يعني وزن الكاتشب حوالي كده 500 جرام و76. يعني بصوا حوالي كده طبعا نص كيلو طبعا من الكاتشب، يعني كمية حلوة جدا جدا. زي ما قلت لكم بنحب طبعا كلنا نستخدم الكاتشب مع اكلات كتير، والاولاد طبعا بيحبوه جدا. عايزه اقول لكم انه قريب جدا جدا من الجاهز باذن الله. جربوه ويعجبكم. عجبتكم الطريقه متشوفوا لايك حلو زيكم، كمان اشتراك واعملوا مشاركه كتير عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.